الأسعار بتعلى وتحويشة عمرك بتقل من غير سبب. ده بيحصل ليه وإزاي؟ هحكي لك قصة بسيطة ومشهورة. مدير مدرسة في أمريكا كلف ابنه بمهمة يطبع كوبونز الأكل بتاعة كافيتيريا المدرسة، والهدف كان تنظيم عملية الشراء. جون ابن المدير بطل قصتنا بدأ يستخدم المطبعة دي عشان يوزع كوبونز زيادة على نفسه وعلى شلته. هو وأصحابه أخدوا أكل أكتر، بس الأكل اللي كان في الكافيتيريا معمول على قد الطلاب بالظبط. النتيجة المنطقية إن الأكل كان بيخلص بسرعة، فصاحب الكافيتيريا قرر إنه يرفع الأسعار. الطالب بقى اللي اجتهد وتعب عشان يوفر من مصروفه لقى نفسه فجأة مش عارف يجيب الحاجة اللي كان بيجيبها، عشان جون طبع ورق من الهواء واشترى بيه نصيب غيره. هو ده بالظبط اللي أمريكا بتعمله في الاقتصاد الدولي. عندهم مطبعة الدولارات، بيطبعوا تريليونات ويمولوا احتياجاتهم ويدعموا مشاريعهم في العالم كله. واحنا بقى دولة تعتمد على الدولار في استيراد السلع، زينا زي أغلب الدول. كل السلع والخدمات بالدولار، فكل الشعوب بتدفع ثمن الساندوتش زيادة وأغلى بكتير عشان جون مغرق السوق العالمي كوبونز. الدول اللي بتعاني من موجات الغلاء النهارده بتدفع ضريبة الاكسبورتنج انفليشن أو تصدير التضخم. ده معناه إن أنت تتحمل نتيجة قرارات مالية غلط دولة تانية خالص بعيد عنك هي اللي خدتها. في النظام العالمي الحالي القوة مش في الإنتاج، القوة في اللي مع المطبعة، والمطبعة هي اللي بتحدد قيمة تعب الشعوب. الذكي بقى اللي بيتحوط بأصول ملموسة تحمي قيمتها من طبع الورق المستمر. السؤال المهم دلوقتي، جون هيصدر لنا التضخم بإيه تاني غير الدولار؟